أهلا بكم أعزائي مشاهدي قناة المنير مع برنامجكم حكاية صلاة. الجزء الكتابي اللي هنتأمل فيه من خلال صلاة النهاردة وارد في رسالة الرسول بولس الأهل كلوسي إصحاح 1 آية 9: من أجل ذلك نحن أيضا منذ يوم سمعنا لم نزل مصلين وطالبين لأجلكم أن تمتلئوا من معرفة مشيئته في كل حكمة وفهم روحي، لتسلكوا كما يحق للرب في كل رضا، مثمرين في كل عمل صالح، ونامين في معرفة الله، متقوين بكل قوة بحسب قدرة مجده، لكل صبر وطول أنات بفرح، شاكرين الآب الذي أهلنا لشركة ميراث القديسين في النور، الذي أنقذنا من سلطان الظلمة ونقلنا إلى ملكوت ابن محبته، الذي لنا فيه الفداء بدمه غفران الخطايا. عنوان صلاة النهاردة: صلاة لطلبات عظمى. صلاة لطلبات عظمى. في الجزء الكتابي اللي قرناه مع بعضنا في كلوسي 1 من آية 9 لآية 14 بيسطر لنا هذه الصلاة. رسول بولس كتب رسالته إلى كنيسة كلوسي وهو موجود في سجن روما في ذلك الوقت، ولما جاله أبو فراس بيزوره وبيتشاور مع الرسول بولس في أمور رعوية تخص الرعاية والاهتمام بالكنيسة. رغم كل ده بنشوف الرسول بولس وهو بيتحدث مع إفراس بيقول له وبيرفع صلاة للكنيسة لأجلها، على الرغم من أنه الرسول بولس لم يزر هذه الكنيسة إلا أنه كان مشغول بيها وبيرفع صلاة لأجلها. شيء الرائع أن تكون قلوبنا ملتهبة وإحنا بنرفع صلاة لأجل الآخرين. في الجزء الكتابي اللي قريناه مع بعضينا وصلاتنا النهاردة، رسول بولس بيطلب 4 طلبات عظمى من أجل كنيسة كولوسي في ذلك الوقت. الطلبة الأولى بيطلب الرسول بولس الفهم والإدراك الروحي. آية 9: من أجل ذلك نحن أيضا منذ يوم سمعنا لم نزل مصلين وطالبين لأجلكم أن تمتلئوا من معرفة مشيئته في كل حكمة وفهم روحي. خلي بالنا وإحنا بنقرأ الجزء ده، رسول بولس مش بيطلب مجرد طلبات عادية، لكن نقدر نسميها طلب بوفرة، وبيستخدم كلمات بيعبر عن الوفرة اللي بيطلبها الرسول بولس. بيقول تمتلئوا كل، وهنا عايز يقول تمتلئوا بكامل المعرفة والفهم للمشيئة الروحية أو المشيئة الإلهية الروحية في حياتنا، أن نمتلئ إلى كل المعرفة، معرفة مشيئة الله في حياتنا الروحية. وهنا الرسول بولس لما بيتحدث عن مشيئة الله لا يتحدث عن المشيئة الخاصة أو أمر محدد أو طلبة محددة، لكنه بيتحدث عن معرفة المشيئة الإلهية بشكل عام وبشكل كامل لحياتنا، قصد الله في حياتنا بجملتها. وعشان نقدر نعيش ونحيا هذه المشيئة نحتاج أن نمتلئ بالمعرفة ونمتلئ بالفهم. وهنا علشان وإحنا بنعيش ونحيا ونحقق القصد الإلهي والمشيئة الإلهية نحتاج إلى المعرفة والاستنارة للقصد الإلهي والمشيئة الإلهية في حياتنا. عشان كده بيقول أن تمتلئوا من معرفة مشيئته في كل حكمة وفهم روحي. عشان أقدر أترجم وأحيا قصد الله في حياتي أحتاج إلى إدراك روحي عميق جدا وفهم غير عادي لهذه المشيئة علشان أقدر أكمل رحلتي ومسير حياتي. الطلبة الثانية اللي بيطلبها الرسول بولس من أجل كنيسة كولوسي أن يكون سلوكهم مرضي لله. آية 10:
لتسلكوا كما يحق للرب في كل رضا، مثمرين في كل عمل صالح، ونامين في معرفة الله. وكلمة تسلكوا بتعني تتلائم حياتنا وسلوكياتنا وتصرفاتنا مع المسيح، بمعنى أن يكون هناك تناغم بين معرفتنا لشخص المسيح وسلوكنا في هذه الحياة. وهنا خلينا بنقول التناغم بين حياتنا وإيماننا المسيحي والسلوك الذي يجب أن أعيشه وأحياه. ما يكونش فيه تعارض، ما يكونش فيه عدم تناغم وانسجام، أي بمعنى تتوافق حياتنا ويتوافق سلوكنا بحسب الحياة والدعوة التي نعيشها. عشان كده بيكمل باقي الفكرة بيقول كما يحق، بمعنى يعني يليق أو ذات أهمية أو له شأن عظيم في حياتنا، يعني بمعنى أن يكون سلوكنا وحياتنا بنفس أهمية سلوك شخص الرب يسوع المسيح، أو بمعنى آخر أن تتطابق وتتشابه حياتنا بشخص ربنا يسوع المسيح. يكون هناك تطابق بين حياتنا وسلوكنا وبين الحياة الذي عاشها ربنا يسوع المسيح. وهنا دي الطلبة الثانية، مش بس انه نمتلئ بمعرفة مشيئته، لكن ايضا ينسجم سلوكنا ليكون سلوك مرضي امام الله. الطلبة الثالثة اللي بيطلبها الرسول بولس لأجل الكنيسة في كولوسي، القوة المتجددة. آية 11: متقوين بكل قوة بحسب قدرة مجده لكل صبر وطول أنات بفرح. وهنا عايز يقول احنا بنحتاج إلى قوة غير عادية، قوة فائقة تساعدنا لكي ما نعيش بحسب مشيئة الله وقصده في حياتنا. وهنا في الجزء ده بيتحدث الرسول بولس عن مجالات القوة التي تعمل فينا. خلينا نقول في مقابل ظروف الحياة الصعبة نحتاج إلى قوة متجددة. وهنا بيتكلم في الجزء ده أو في الآية دي عن 3 مجالات لقوة الله. قوة الله بتهب روح الصبر العظيم، تعطينا الصبر، الثبات، الاستقرار، المثابرة، التماسك. قوة الله بتهب روح طول أنات، القدرة على التحمل الألم والمعاناة لوقت طويل، القدرة في عدم الاستسلام للظروف أو الضغوط اللي حوالينا. قوة الله تهب روح الفرح، سعادة داخلية عميقة تملأ حياتنا. عشان كده بيعني ده عمق الضمان والثقة، وإحنا بنواجه الحياة بصبر وطول أنات وفرح. أنا أحتاج إلى القوة التي تعطيني الصبر، والقوة التي تمنحني طول الأنات، والقوة التي تجعلني أعيش فرحا. الطلبة الرابعة اللي بيطلبها الرسول بولس لأجل كنيسة كولوسي، الامتلاء بروح الشكر. آية 12 و13 و14. خلي بالنا بيقول شاكرين الآب، وبيتكلم عن 3 حاجات بتسبقها بعبارة الذي. أول حاجة الذي أهلنا لشركة ميراث القديسين في النور. نحن نشكر الله لأنه جعلنا مستحقين ولنا المكانة التي تليق بنا في وسط شعب الله، وتليق بنا أن نكون من ضمن شعبه. الحاجة الثانية آية 13 أيضا بيسبقها بكلمة الذي أنقذنا من سلطان الظلمة ونقلنا إلى ملكوت ابن محبه، الذي افتدانا وأنقذنا ومنحنا حياة أبدية، الذي انتشلنا من خطايانا. آية 14 بيتكلم عن حاجة تاني، الذي لنا فيه الفداء بدمه غفران الخطايا، الذي فدانا وافتدانا وأطلقنا أحرار. خلي بالنا وإحنا بنشكر ل3 حاجات بيتكلم عنهم الرسول بولس. تمتلئ قلوبنا وتمتلئ حياتنا بالشكر لهذا الإله العظيم الذي أهلنا، جعلنا مستحقين
لنكون من أولاده من شعبه، الذي أنقذنا من الظلمة منحنا حياة أبدية، الذي لنا فيه الفداء، الذي أطلقنا أحرار. 4 طلبات بيرفع صلاة لأجلهم رسول بولس لكنيسة كولوسي، وهي أيضا طلبات يمكن أن نطلبها لأنفسنا، وأيضا يمكن أن نطلبها للآخرين. خلينا نسمع ترنيمة ونرجع مرة تاني.
بارد صلاتك وعمق قلبي نار، وافرح بالرب أكتر وإنت في مخدعك، يبعت من عنده كلمة في آيات اسندك، يملأ قلبك سلام بسلامه يرفعك. أهلا بكم أعزائي المشاهدين مرة تانية، وإحنا بنختم حلقتنا النهاردة خلينا بنرفع هذه الصلاة. يا رب، ونحن نرفع قلوبنا إليك بالصلاة والدعاء، امنح قلوبنا وأفكارنا أن تسمو في طلباتنا، وأن نسمو في توجهاتنا، وأن نسمو في أهدافنا، ويكون هدفنا الأسمى هو مجد اسمك وامتداد ملكوتك. عمق يا رب الطلبات العظمى في حياتنا، ويكون هدف حياتنا هو مجدك العظيم. املأ قلوبنا بالشكر لأجل عمل نعمتك المغير في حياتنا. أثق يا إلهي أنك استمعت، وأصلي أنك تستجيب. آمين. أعزائي المشاهدين، نراكم في حلقة قادمة بمشيئة الرب، وسلام الرب معكم. آمين.